برنامج تلفزيوني على قناة بريطانية يكشف علاقة بريطانيا بإنشاء الوهابية في المملكة العربية السعودية، ويكشف أيضا أصل الفتوى القائلة بأن قتل المسلم جهاد في سبيل الله. قناة بريس البريطانية عرضت بعض الوقائع التي لا يمكن العثور عليها على الشبكة العنكبوتية حول العلاقات بين بريطانيا والعائلة السعودية الحاكمة، وما هي الوهابية ومن خلفها. البريطانيون كانوا موجودين في بداية نشأة الوهابية حتى قبل وجود المملكة السعودية. هناك حسابات بالإضافة إلى مذكرات السيد هامفر، وهو أحد جواسيس الشرق الأوسط الذي يكشف علاقة بريطانيا بإنشاء الوهابية لكي تظهر بدورها صورة متعصبة لأشخاص تم استئجارهم بدعوى حماية الإسلام والأديان الأخرى. وحتى ولو لم يرضى البعض فإن بريطانيا صنعت شخصيات، وبالفعل صنعت السعودية بالتعاون مع الوهابية المتعصبين للقضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية. عبد العزيز هو حفيد محمد آل سعود، صديق مؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب، وقد استخدم الوهابية في محاولته الأولى للحكم، ومع استخدام وهابية آل سعود لضرب الخلافة الإسلامية عندها تمكن عبد العزيز من السيطرة على جزيرة العرب. تركيبة السعودية كانت أحد أهم أسباب نجاح المخطط البريطاني، حيث وجدوا أن التركيبة الإسلامية الجيدة في الوهابية الذين هم في الأساس مطرودون من قبل المذاهب الإسلامية الأخرى في القرن التاسع عشر. وما زالت بريطانيا تحاول الدخول بين المسلمين لتتمكن من السيطرة على الشرق الأوسط تماشيا مع سياسة فرق تسد، والوهابية كانت المفتاح لطموحات لندن، حيث في واقع الأمر يحرم على المسلم شن حرب على أخيه المسلم. حينها تمكنت بريطانيا من تحريف الأمر وتبريره على أن قتل المسلمين ما هو إلا جهاد، وتركت هذا الأمر للوهابية. وقعت بريطانيا صفقات كبيرة مع السعودية لبيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية لأحد أكبر الأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط. 2008 and 2009 arms exports to the Middle East region. بين 2008 و2009 تضاعف الطلب على التجهيزات العسكرية للشرق الأوسط، لكن الغالبية العظمى كانت تذهب للسعودية وبريطانيا. نحن نرى إنه ليست أفعال بريطانيا وحدها، بل حتى أمريكا، فهم يسلحون أنظمة تقوم باستخدام هذه الأسلحة ضد البشر، وهي لا تستخدم إلا على الأبرياء والمستضعفين. سياسيا، إذا نظرت لتلك الدول وتقارير حقوق الإنسان المقلقة ستعرف أنها غير ديمقراطية. إذن هو تاريخ أسود تفضحه الحقائق واعترافات متبعيه. نحن سمو الملك عبد الله وسعادة الرئيس الحريري، وإن شاء الله راح نوقف مع إسرائيل بس تقضي حزب الله، وراح نوقف مع أمريكا. السعودية تصر مع من يسعى سعيها على أن يبقوا صفحات سوداء في تاريخ البشرية.